السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا دايما بسعادة وفرحة وبهنا. عايزين نتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا جدا. انا استمتعت بيها جدا وانا بتفرج على لقطة بسيطة، لقطات كتير جدا بيبين مدى ان احنا نقدر نعمل ميديا محترمة. لقطات بسيطة في الفيلم اللي هتكلم عنه دلوقتي. قبل ما ادخل في اي تفاصيل، يا ريت يا ريت يا ريت اتمنى تتفرجوا عليه. اتمنى ان الاعلام والميديا المصرية والعربية يهتموا ان هم يرجعونا للاحترام تاني. اتمنى ان هم يقولوا لنا ان في اعلام محترم نستمتع بيه تاني من جديد. اتمنى ان يبقى في شركات انتاج يعملوا لنا فيلم زي ده من تاني. انا لحد دلوقتي مش عارف مين البطل. ايه ده؟ ازاي؟ جيت ببص في البطل لقيت محمود عبد العزيز. ازاي؟ مع ان البطل نور الشريف، مع ان البطل محمود الجندي، مع ان البطل في مشهد واحد بس، وده اللي انا هتكلم عنه. وانا كنت هعيط قسما بالله. انا اتخنقت وهعيط من كتر ما فيه معنى في مشهد واحد بس. علا غانم رقصت المرهقة تعبانة اللي في لحظة غرور وفي لحظة وقوع وفي لحظة الناس كلها متجمعة عليها حتى اللي منها. هي بتمثل بلد عربية ومشهد، يعني المشهد ده لوحده يدرس. يعني المشهد ده في قمة. أنا كنت فرحان وأنا بتفرج عليه، وفي نفس الوقت أنا مندهش من مدى إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يعني اتعمل صح، واتعمل بإبداع، واتعمل بكل ما فيه المتعة. فيلم ليلة البيبي دول كان فيه محمود الجندي، كان فيه ليلى علوي، كان فيه راتب جميل، راجل بيتكلم انجليزي وفرنساوي ولكنه مولود في البلد. راجل تستمتع بس هو بيتكلم. المواجهة بينه وبين نور الشريف كمان لوحدها مشهد في قمة الروعة. انا اللي اثرني ان اطلع اتكلم على الفيلم ده، طبعا الاول حضراتكم تعرفوني او ما تعرفونيش، انا احمد ايوب، دكتور الصحه النفسيه والارشاد الاسري ومدرب التنميه. قبل ما اكون مدرب وقبل ما اكون في الصحه النفسيه، انا هوايتي ومتعتي التحليل، متعه بالنسبه لي. وبعد كده خدت بقى كذا دبلومه بكذا كورس في التحليل النفسي. بس انا بستمتع اشوف الصوره دي، اشوف ده بيروح فين وده لابس ايه وده بيعمل ايه وده لونه ايه. التحليل ده متعتي. فاعذروني شويه، هدخل في الاعلام شويه. وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده في التحليل النفسي والتحليل الرياضي والتحليل الاعلامي، ولكن التحليل دي متعه، مش اي حد. تمام؟ يعني انا مش راجل يعني بحلل افلام، بس دي متعتي، بحب التفاصيل. فتعالوا اقول لكم المشهد الجميل. جميل مواجهه ما بين واحد عربي وما بين الضابط الامريكي نور الشريف وجميل الراتب. في نهايه الكلمه وفي نهايه النقاش بيقول له كلمه حلوه جدا وهي بقت لازمه معايا: اهلا بكم جنرال. بيقول له جنرال اهلا بكم في العالم الثالث. يعني كان بيشرح له مدى الفساد وبيقول له اهلا بقى خلاص، مدى ان هقدر اسيطر عليك وانت في البلد اللي انا محتلها، اللي انا حاكم فيها، اللي هي العراق. فبجد انا مندهش ومدى اتقان لهجة محمود الجندي عراقي. يعني شابوه قوي 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 جدا للناس العراقيه، شابوه جدا. لان انا ناس كلموني كتير جدا وبيتابعوني في قناتي علوم الحياه احمد ايوب على اليوتيوب، وعلى صفحتي احمد ايوب استشاري نفسي والدكتور احمد ايوب بالانجليزي على صفحتي على الفيسبوك. كتير جدا بيكونوا من العراق، بجد ناس كويسه وناس محترمه وناس راقيه. انا عايز اقول لكم ان مستواهم المادي احسن مننا.
يعني اقل مرتبات ب 3000 ونص تقريبا او 4 دولار. احنا عندنا الحمد لله يعني ممكن تلاقي واحد بيشغل ومقضي ومتجوز ومخلف 3 عيال وبياخد 1000 ونص، يعني ممكن 2000 كمان. والناس المدرسين في الحاجات الحكومية واللي في الصحة الدكاترة والممرضين مرتبات يعني الحمد لله في الضياع. المهم ندخل في الكلام الصح. المشهد اللي أنا استمتعت بيه، المشهد اللي غلغلني من جوايا، علا غانم بداية إن هي بتتجهز، بتبص لهم بقوة، بتبص لهم بغرور، وفجأة حطت ايديها الكل وقع. علا غانم بتمثل العراق، فتخيلوا معايا المشهد، ارجوكوا تخيلوا معايا. هي بتتجهز خلاص، هي بقوتها، هي بغرورها، هي بمدى محدش يقدر عليها، انا وانا 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 وانا. فجأة وقعت، فجأة بدأ ان هي العالم كله بيبص لها، بدأ ان العالم كله بيلتف حواليها، من العرب للاتحاد الاوروبي لامريكا لبريطانيا. ليه المشهد بقى اللي بعديه على طول، هي مخمورة، هي خلاص سكرانة، هي تعبانة، هي مرهقة، هي مش قادرة، فخلاص ان كله اتجمع عليها حواليها بيحوطوها. وبعدين بعد ما بيحوطوها، هي اللي حبيبها من بره بيصرخ، فهو هيقتل نفسه. مش عارف، ده بقى حاجه في الناحيه الميديا والاعلام، لكن بقول لكم الفنيه للوصول لفكره سياسيه معينه. فقام حد من الاتحاد، بصوا بقى المشهد بقى، المخرج كاتب بريس الضغط، فقام ايه وقام على طول حد من الاتحاد الدولي او حد الاوروبي او حد من اللي موجودين اما قطعها، هي بتصرخ. يجي مشهد من واحد عربي بالخطرة وعربي يقطع برضو هدومها اللي هي العراق. خدوا بالكم من المشهد. يجي بعد كده الامريكي يقوم برضو جايبها من اتعرت، فهي حبيبها بيموت وهي متعرية بتصرخ. انتهى المشهد. انا عايز اقول لكم بتفرج عليه انا بقى يعني بجد مستمتع، وفي نفس الوقت هعيط، اتخنقت. المشهد قوي جدا، المشهد قوي جدا. برضو نيجي نبص على مشهد بتاع محمود الجندي وهو بيتكلم مع نور الشريف في ان صدام مهما كان ضغطه، مهما كان اللي كان بيعتقلهم، مهما كان اللي ماتوا، ما يجيش عشر اللي هم عملوه بعد ما العراق احتلت من جميع الجنسيات، والضغط الدولي والناحية الاقتصادية المتدمرة نيجي نبص على المشهد الرائع ما بين محمود عبد العزيز والمنافسة ما بين ان هو بيفهمه، لان نور الشريف اتحول من صحفي لارهابي. محمود عبد العزيز بجد ممثل مبدع، الله يرحمه والله يرحم نور الشريف. اما بقى ليلى علوي، هي بتمثل امريكا، وجميل راتب بتتكلم بشكل رائع، عملت الدور بشكل ممتاز. انا نفسي الفيلم ده ياخد حقه بجد. فيلم ليلة البيبي دول قمة المتعة بمفهوم إعلامي صح. قمة المتعة إنك تتفرج على حاجة يديك معلومة، حاجة تستفيد بيها، حاجة تقول إن ده إعلام يحترم، إن كان ناحية تاريخية أو دينية أو سياسية معلوماتية، حتى تقدر تستفيد من ناحية إعلامية. اللي أنا عايز أقوله لكم في الفيلم كله 3 ساعات بالكواليس اللي بره، الكواليس اللي جايه، علا غانم عملت مشهد واحد بس المشهد ده يؤثر بقوه على الفيلم كله. هو من الاخر كده بيلخص الفيلم كله. بس رجاء لو سمحتوا اتفرجوا عليه، لان هتستفيدوا جدا.
انا مش هطول عليكم، ولكن اظن لخصت لكم الفيلم باختصار. بس عايز اقول لكم على مشهد جميل كوميدي، هما اتنين ما بين سلاب فواجري اللي هي مرات محمود عبد العزيز، ان هي عايزه وهو عايزها. طول الفيلم بيدوروا على بعض ان يتلاقوا مع بعض، هما الاتنين متجوزين بس مفيش مكان، مفيش يعني يتلاقى ما بين اتنين عشاق. والمشهد التاني بتاع احمد مكي ما عملتلاش غير مشهد واحد بس مشهد واحد كوميديا تلاقي المفهوم اللي بيوصله الفيلم في المشهد ده بس لوحده تلاقي. احمد حلمي غير جلده من اوله لاخره، سنه مضروبه يعني مطوه مقشوطه فيها كده، بيتكلم بلكنه معينه، واحد عرباجي بقى ما يعني عايزه. ومدى النقاش بينه ومحمود ونور الشريف قمه الروعه. انا مش هشرح لكم التفاصيل لانك انتوا تفهموها لما تتفرجوا عليه. انا مش بسوق عليه على اساس ان انا يعني واخد منه جوائز ولا واخد منهم فلوس، بالعكس، بس بفرح جدا لما الاقي اعلان محترم. بفرح جدا لما بلاقي ممثلين ادوا دور بجد انا عن نفسي صدقته. يعني انا عن نفسي بتمنى ان اكون ممثل اعمل مشاهد زي دي عشان تؤثر في مجتمع ينتج منه افراد محترمين. بس انا اتكلمت باختصار شديد جدا على مدى الكوميديا ما بين محمود عبد العزيز، ومدى النقاش الحلو بينه وبين نور الشريف، والكوميديا بينه وبين مراته سلاب فواجري، الكوميديا والنقاش الرائع بين احمد مكي ونور الشريف، المشهد اللي كل المتعه اللي فيه علا غانم وهي بترقص وهم بيقطعوا فيها واحده واحده، المشهد النقاش بين جميل راتب ونور الشريف في الاخر بيقول له اهلا بكم في العالم الثالث. ودي كلمتين متعودين عليها، لان فعلا اهلا بكم في العالم الثالث. في النهايه اتمنى تتفرجوا عليه، اتمنى انك تستفيدوا وتتعلموا. يا ريت كل المخرجين، يا ريت كل الممثلين، يا ريت كل المنتجين يفهموا ان الاعلام المحترم بينتج مجتمع محترم. سيبكوا بقى من ممكن تقولوا عليه كلام ممشى. في حاجه مهمه جدا لكل الافراد ولكل الشركات، لكل المنتجين والمخرجين والمجتمع عموما، سيره الانسان بتعيش اطول من الانسان نفسه. يعني ان كنت انت عشت او هتعيش 100 سنة، سيرتك هتعيش اكتر من كده. لما يقولوا الله يرحمه احمد ايوب كان بيقدم حاجة محترمة، لما يقولوا الله يمسيه بالخير ولا الله يرحمه احسن ما يقولوا حاجة تانية. يعني حضرتك لازم تبقى سيرتك محترمة، احسن ما يقولوا ان انت اعوذ بالله كنت عارفنا وكنت قاطع اللذات وكنت بتزينا بدل ما يقول الله يرحمه يقولوا الله يحرقه. بدل ما يقول، يعني اللي انا عايز اقوله، اي شركة اي فرد رجاء تفهموا النقطة دي، سيرة الانسان او سيرة الشخص بتزيد او تقل بعد ما ماتوا او غيابه. السيرة الذاتية اطول منك، فاعمل لسيرتك عشان تقدر تعيش. فهمتوا حاجة؟ كان معاكم اخوكم في الله الدكتور احمد ايوب، دكتور الصحة النفسية والارشاد الاسري ومحلل النفسي، ويعني هواية كده بحلل الناحية الاعلامية او الرياضية. اي حاجة كده بيبقى عليها سبوت احب اقول لكم عليها، يا رب تستفيدوا واستفيد معاكم، وكلنا بنتعلم من بعض. بس كفايه كده. اللي انا عايز اقوله لكم، اتفرجوا على حاجه بجد ترقي عقولكم وتنضجوا برقي الفكر، وفي نفس الوقت ارجوكم لو سمحتوا اعملوا حاجات مع الافراد او الناس وانتوا كجهات
اعملوا حاجة ذو قيمة الناس تنتفع بيكوا ويقولوا انتوا نفعتونا. فربنا يكرمكم يا رب. السلام.